حبايب قلبي، السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يحفظكم يا رب ويستركم بحق جاه النبي ويوسع عليكم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا جماعه، انا هنا كنت حاطه اللحمه دي من بدري، يعني حطاها كده على النار وموطيه عليها. قلت اعمل كده شويه سبانخ وجنبها كده شويه رز بشعريه. اصلا انا يا جماعه كنت، بصوا بقى الخيبه اللي انا فيها. ايه الخيبه اللي انا فيها؟ بصوا، انا كنت ناويه يا جماعه بصراحه اعمل قلقاس، انا وشريف نفسنا فيه. فطبعا زي ما انتوا عارفين انا يعني بحوش كل حاجه في الفريزر. المهم، بطلع بقى يا جماعه كيس القلقاس من الفريزر. قال ايه؟ قالوا ما لقيتش سل، وطبعا انا دايما بخزن الاتنين مع بعض. المهم بصوا، هو ما فيش نصيب، وما تعرفوش اللخبطه كانت فين، يعني انا ممكن اكون عملته قبل كده معرفش. المهم قلت له بص، احنا هنعمل شويه سبانخ، برضو احنا بنحبها يعني. المهم زي ما انتوا شايفين كده حطيت اللحمه، بس يعني ما كترتش عشان ايه بتقعد، يعني ما حدش بعد كده بياكلها. عملت كده كام حته على قدينا وخلاص. وهنا حطيت حته زبده، قلت احمر بيها البصله واعمل بقى ايه التسبيكه. خلاص، عايزه اقول لكم والله القوطه طلعت مني كتيره، مش عارفه ليه. مشكلتي في الاكل يا جماعه، ما باجي اعمله ساعات بس، يعني مش على طول، القوطه بتكتر مني. ما علينا. المهم زي ما انتوا شايفين كده انا سبكت القوطه خلاص. وكيس السبانخ ده يا جماعه انا مطلعاه من التلاجة كده. انا عندي تقريبا كيسين او 3، مش فاكره يعني. انا بخزنها ايه من السنه للسنه كده زي ما انتوا عارفين. بخزن يعني كام كيس كده، ما بكترش بصراحه. ودي الخضره طبعا يا جماعه، الخضره انا ما بحبش ان انا اخزنها، هي اصلا كده كده موجوده طول السنه. والحمد لله يعني مش مستاهله. انا اعرف ناس كتير والله بيخزنوها، بس انا شايفه انها ملهاش لازمه يعني. بخزن السبانخ بس خلاص. هنا بقى حطيت السبانخ وحطيت حزمتين خضرة وزودت شوربة. وقلت بقى تاخد كده غلوة، وبعد كده نعمل شوية رز حلوين زيكم بشعرية. طلعت بقى حلة ألمونيا، لأن كان عندي الحلة الكبيرة مش فاكرة كنت حاطة فيها ايه. المهم قلت اطلع الحلة دي وخلاص، بقالي كتير قوي ما بستخدمهاش. وبيني وبينكم انا خدت يا جماعه على اللي هي الجرانيت دي. بقيت ايه؟ استحقر يا جماعه، انا بقيت استحقر الحلل دي، مع انها عمليه جدا وبتعيش وما اقولكوش. المهم زي ما انتوا شايفين هنا انا طبعا حطيت شعريه كتير قوي. انا بحب يا جماعه الشعريه اكتر من الرز، يعني ممكن احط مثلا ايه نص كيلو شعريه او اقل كده بحبه صغيرين على كوبايه رز. بيبقى طعمها احلى يعني. خلاص، وادي الرز كنت غسلاه غسله برضو حلوه كده وخلاص. طبعا كنت هعمل بقى شويه لسان عصفور، بس بيني وبينكم يعني مش هكذب عليكم. بصوا يا جماعه، انا يعني بعمل شويه الاكل اصلا وببقى بتشاهد والله، من كتر الحر ببقى مش قادره. فعشان اعمل شويه لسان عصفور قلت لا كفايه على كده، وكمان محدش هياكله لان الجو حر. فبصراحه ايه استخسرت يعني، قلت لا مش هعمله. هنا بقى انا عملت طشه تومه، لان عندي شريف بيحب السبانخ ليها طشه تومه زي الملوخيه كده. انا وعيالي بقى مستحيل ناكلها كده. ف بعملها كده يا جماعه، يعني ايه طبق على قده، في طشه التومه وخلاص. وانا بقى وعيالي بناكلها ايه يعني عاديه. في ناس كتير مش عارفه ليه بتستغرب لما بقول لها الكلام ده، مع ان انا يعني انا بحبها كده، ما بحبهاش بتومه يعني. فالمهم بقى طبعا هنا كنا جعانين ما كناش فطرنا. وقلت بقى لشريف يلا بقى ايه جهزوا كده عشان عايزين ناكل لقمه قبل ما ننزل. المهم غرفت بقى الرز وحطيت ده يا جماعه طبق السبانخ بتاعه هو. طبعا انا لسه هغرف ايه طبق لي انا وروان يعني. خلاص. المهم هنا خلصت خلاص اهو. وادي هنا بقى انا بغرف الطبق بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى ايه السبانخ طلعت جميله جميله. بقى لي مرتين يا جماعه لما باجي اعملها ما بحطش فيها رز، بس عايزه اقول لكم عسل بحبها جدا. بصوا بقى، يا سلام عليك يا بنتي يا امان، تسلم ايدك والف هنا لله هياكل. بصوا دول شويه طرش يا جماعه، طرش بلدي. ده طبق شريف زي ما قلت لكم، طبق معفن كده مش عارفه انا محتفظه بيه ليه يا جماعه والله. وهنا دوت اللي هو من غير تومه. وادي الرز اهو. يلا يا جماعه اتفضلوا معانا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الفراخ دي يا جماعه انا مطلعاها من التلاجة، فراخ بلدي. بصوا هوريها لكم دلوقتي. بصوا الفراخ دي طلعتها من الفريزر عشان ايه؟ قلت اسلقها واحطها في التلاجة. طبعا انتوا عارفين ان البلدي
بتبقى صغيره. بصوا هوريها لكم دلوقتي. الراجل الراجل سايبها لي بالرجل بتاعتها، طبعا انا مش هاكلها. ماشي. المهم ايه، بصوا بقى شوفوا معاكم كده صفه. عايزه اقول لكم يا جماعه عامله زي الحمامه. بصوا استنى، بصوا يا جماعه الفرخه بصوا صغنونه صغنونه قوي. هي البلدي كده، بس بصراحه طعمهم بيبقى عسل عسل الله العظيم. هشوفوا بقى كده شطفه، هي طبعا نضيفه، فانا ايه هشوفها كده شطفه. عايزه اقول لكم ان احلى حاجه في الفراخ البلدي ان هي ما بتبقاش يا جماعه يعني اللي هي البتاع اللي فيها دي، الزلبطه اللي فيها بتبقى نضيفه فله بصراحه فله. هغسلها بقى واحطها في النار. معرفش بقى تاخد نار كتيره ولا لا. فيها الكبده بتاعتها يا جماعه. بقى كده في طبق، ودي الكبدايه بتاعتها اهي، عامله زي الحمامه بالظبط. سبحان الله. عايزه اقول لكم ان الشريف يا جماعه، شريف عندي مستحيل مستحيل ياكلها، ما بيحبهاش. انا باكلها عادي، انا بحبها يعني، انا عن نفسي انا بحبها. بصوا معرفش بقى هتاخد مني سوا ولا لا. المهم ان انا ايه، انا هوطي عليها النار، هوطي عليها النار كده وايه، واخليها بقى على مهلها. وبعد ما بردها يا جماعه، يعني دي احنا مش هناكلها، بعد ما بردها احطها في التلاجة في علبه كده في التلاجة. هغسلها بقى كده غسله حلوه وهشغل النار عليها وهجيلكوا تاني. بصوا بقى تعالوا، بصوا انا غسلتها، عايزه اقول لكم خليتها زي الفل. ماشي. المهم تعالوا بقى كده معايا، هجهز بقى الشوربه بتاعتها وايه، واسيبها كده تستوي على اقل من مهلها. اهو كده، احط بقى عليها ملح وفلفل، وعندي يا دوبك اخر حبه بهارات. بصوا اللي هي ال 11 بهارات، اخر حبه اهو هحطهم. طبعا انا هسلقها يا جماعه، ولما تبرد احطها كده في علبه في التلاجة، يعني مش هخليها بره، لان طبعا زي ما انتم عارفين الجو حر. خلاص. وعندي اخر وحدتين حبهان، عايزه برضه ابقى عايزه اجيب والله ورق لورا وحبهان. بصوا اخر وحدتين، بصوا احط كده ايه، طب واحده كده، بيخلي بصراحه يا جماعه الشوربه حلوه قوي بصراحه، يعني بحبه جدا في الشوربه. بس كده احطها بقى على النار، حتى مش هستنى يا جماعه الميه لما تغلي، مش هستنى الميه لما تغلي، انا هحط كده الفراخ هما بقى ايه يغلوا مع بعض. هما يدوبك على قد الحله بالظبط. ودي الكبده والقناصه تغلي بقى، وهوطي عليها النار عشان ما تفرش. خلاص. بس المهم ايه بقى، عايزه اقول لكم جايبه لسه بقى، لما انزل يا جماعه هجيب بتاع ده، تعالوا كده معايا. بصوا جايبه فينو عشان افطر، ما اكلتش منه. بصوا جبت ب 10 جنيه فينو وما اكلتش، ما فطرتش. استنوا كده، استنوا اما اوريكم الخيبه التقيله اللي انا فيها. بصوا شريف يا جماعه نزل يجيب لي كيس البني ده، جابهولي بكام والنبي ما فاكره، قال لي اللهم صل على سيدنا محمد، مش فاكره يا جماعه، جابه ب70 ب4 ب75 حاجه كده، وطلع مش حلو. طلع النوع بتاعه مش حلو، قلت له ما تجيبليش منه تاني. نعمل بقى ايه يعني، بصوا استنوا كده هوريكم. بصوا من حد كنا بنجيب منه فما عجبنيش، كنا بنجيب منه وبعد كده ايه يعني زي ما تقولوا بقالنا زمن ما بنجيبش منه، بقينا نجيب من حد تاني، فما تعرفوش بقى الراجل خرف ولا ايه اللي جراله. فالمهم
قلت له ناخد معلقه من القديم على معلقه من الجديد، يعني ده يا جماعه طلع مش حلو. فالمهم قلت له اللي هو البني بتاعنا احنا بنشربه يا جماعه اللي هو فاتح، يعني فاتح وغامق الاتنين مع بعض، بيحط شويه من ده وشويه من ده ساده. قلت له ناخد معلقه من ده على معلقه من ده لحد ما يخلص وخلاص. فطبعا ايه هو حطيته لي هنا في البرطمان اهمت، ودول اخر حبه. حبايب قلبي حطوا بقى لايك للفيديو، اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. واشوفكم على الف خير وهتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. باي باي.